يقال أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أصبح ملكا بعد موت والده داود وملكها الله الأرض وما فيها والجن والإنس والطير وغير ذلك، جاءت الأمم، أمة الطير وأمة النمل وأمة النحل والأمم تقدم إليه يعني البيعة وتبارك له في الملك، وكل أمة تقدم ما تيسر من هدايا. واجتمعت أمة النمل وقرروا أن يقدموا هدية للملك سليمان، فما وجدوا هدية أعظم من نصف حبة شعير. حبة شعير قسموها وجاءوا حاملين نصها مسوين زفة ما شاء الله. فلما وصلوا والنظر سليمان لنصف حبة شعير مقدمينها هدية له، قالوا له يا أيها الملك هذا أعظم ما عندنا، هذا قوتنا لمدة سنة كاملة، نحن قدمناه لك وآثرناك به، لو أنك مكانه ماذا تقول؟ طبعا هو قال تقبل الله منكم ورحمكم الله وهذا أنتم أحوج إليه مني. فغضبت ملكة النمل، غضبت على سليمان، قالت له يا سليمان أما علمت أن الهدية تقدم على مقدار مهديها؟ هذا مقدارنا، وهل ما تقدمه أنت هديا لربك على مقداره؟ فبكى سليمان. ذكرته نملة، فمن بعد تلك القصة أصبح للنمل مع سليمان شأن عظيم، إذا مر بواديهم توقف قليلا حتى يلقي التحية عليهم. لما مر بوادي النمل ماذا قالت النملة؟ يا أيها النمل. توقعت أن الكلام اللي قالت له يمكن زعله، يوم قالت له إن الهدايا وكذا وشافته توقف قالت خلاص يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لكن وهم لا يشعرون، ممكن ما يدرون، لأن الريح لو جاءت شالت النمل كله ما خلت شيء. فقال ادخلوا مساكنكم حتى ما تروحوا فيه. فالشاهد في هذا أن الهدية على قدر مهديها. طيب إذا كان الله يقول يعطيك ربك، فكم مقدار هذه العطية التي يعطيها الله على مقداره جل جلاله؟ فهمتم معي؟